كلمة واحدة لو قلتها ربنا هيغفر لك كل ذنوبك. في حياتنا بنغلط وبنقصر وبنبعد عن ربنا، وفي لحظات كتير بنحس بتقل في قلوبنا، ذنوب وهموم، حاجات تعبانة ومش قادرين نبدأ من جديد. بس تخيل معايا انك تقدر تبدأ صفحة جديدة مع ربنا بس بكلمة واحدة. والله كلمة واحدة ممكن تكون سبب ان كل ذنوبك تتبدل، سبب ان ربنا يحبك ويقربك ليه ويهدي قلبك. عايز تعرف الكلمة دي؟ اسمعني بس لآخر الفيديو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. شايف القوة؟ لا إله إلا الله مش مجرد كلمة بتتقال، ده إعلان حب وولاء وتسليم لله عز وجل. لما تقول لا إله إلا الله يعني مفيش في قلبك أعظم من ربنا، مفيش حاجة أهم ولا أغلى ولا أحن ولا أكرم من ربنا. هي الكلمة اللي اتخلقنا عشانها، الكلمة اللي عاش بيها الأنبياء وماتوا بيها الشهداء، الكلمة اللي بيختم بيها المؤمن حياته وتكون سبب في دخوله الجنة. النبي قال: إن الله سيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني حتى لو الإنسان كان مذنب أو مقصر أو ضعيف، طالما في قلبه لا إله إلا الله بصدق لسه في أمل. اقف لحظة وغمض عينك وردد معايا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. حاسس بقوة الكلمة؟ الكلمة دي مش بتتقال باللسان بس، دي لازم تطلع من قلبك. كل مرة ربنا بيكتب لك أجر وبيغفر ذنب وبيرفعك درجة. هي بس مش مفتاح الجنة، دي كمان مفتاح الطمأنينة والسكينة في الدنيا كمان. لو حسيت يوم انك تعبان تايه او مليان ذنوب، ارجع للكلمة دي وقول لا إله إلا الله وابدأ من جديد. ابعت الفيديو ده لحد بتحبه، يمكن الكلمة دي تكون في سبب نجاته. وما تنساش تسيب تعليق تقول فيه لا إله إلا الله. خلي غيرك يفتكرها ويقولها بعدك. ربنا يجعل لساننا رطب بذكره دايما، ويختم لنا بلا إله إلا الله، ويدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب.